أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من أيام الأسبوع. النهاردة إن شاء الله تعالى بمشيئة الله الخميس الموافق 19 يناير 2023، والحقيقة احنا لقائنا مع الأخ الكريم الأستاذ فوزي أغا. بيعمل أختام وحاجات كده. الحاجات دي كانت زمان، مش عارف الحاجات دي دلوقتي لسه ما زالت ولا ايه، بس هو الراجل هي ديت مهنته وهو قاعد واخد تمام. بنرحب بيك في البدايه. ازيك يا سيد فوزي؟ اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. تمام. الحمد لله. طيب في ناس لحد دلوقتي لسه بتعمل اختام واللي انت بتعمله والحاجات دي، ولا بتعمل ايه تاني والحاجات دي؟ في مازال الان لحد الان في ناس بتعمل اختام برضه، لسه في زبون ماشي دلوقتي حالا. كنا بنعمل له ختم برضه، خاصة تاريخ الهجري اللي هو ايه بيحتاجه البنك دلوقتي. البنك بيحتاج تاريخ هجري، فهو جايب لي ختمة قديمة بيقول لي يعني انا عايز اعمل ختم تاني بتاريخ هجري. قلت له خلاص ماشي. بالنسبة للاختام دي شغالة برضه، بتبقى برضه ما زال برضه شغالة. تمام. في حاجة تانية بتعملها غير الأختام؟ لا يا فندم والله هي دي مهنتي الأساسية. هي بس أختام. يعني الناس أنا يعني على ما أعتقد إن الناس اللي من غير أختام بقت بيبصموا بإيدهم وكده، وفيهم اللي يعني اللي بيمضي واللي بيرسم. ديت قدام حضراتكم ايه الأختام بتاعت زمان، اللي كانوا الناس زمان طبعا كانت نسبة التعليم كان قليل جدا، فكانت الناس دايما بتيجي تعمل، رجال وستات بيجوا يعملوا له ختام. دفتر زمان كان اسمه دفتر حصر بصمات، كان بتسلمه وزاره الداخليه. وزاره الداخليه كانت بتسلم دفتر حصر بصمات اللي هم الجماعه اللي هم بيشتغلوا في الاختام. تمام. مهن الاختام. دفتر حصر بصمات ده عباره عن ايه؟ خانات كلها ومسميات قدام الخانات. المسميات دي عباره عن ايه؟ صاحب الختم، اسم صاحب الختم اولا يبصم جنب ختمه واثنين شهود يثبتهم ان هو ده فلان. اتنين يبصمهم وهو يبصم كمان، وكان شغلانه كبيره قوي يا استاذ. تمام. فكان الناس الاول ما كانش تقدر تستغنى عن الختم ده خالص. بالظبط. بس دلوقتي قل. الوقت انقرضت اكيد طبعا. من المهن اللي هي انقرضت دي، من المهن اللي هي انقرضت تكاد تكون انقرضت. انت عندك مهنه ثانيه غير دي؟ لا والله يا فندم. طب دي بتاكلك عيش؟ الحمد لله. يعني انت طبعا من طنطا؟ لا من اجد اهليه. اجد اهليه. بس ساكن هنا ولا بتيجي كل يوم؟ بسافر كل يوم. بتسافر وتيجي كل يوم؟ تمام. ولكن بقى ليك زباينك وناسك. 23 سنه هنا يا فندم. 23 سنه هنا وسنتين في تالا، وانا عنده عمري 17 سنه 16 سنه. ما شاء الله. 25 سنه في المهنه دي. تمام. طيب هو عموما الاستاذ فوزي أغا موجود في بركة السبع البر الغربي بجوار النيابه الاداريه. جاب النيابه الاداريه بجوارها. وفي النهايه نسالك سؤال سريع كده ونختم بيه بقى. ايه عكس كلمه بطانيه؟ نسمع منك. عكس كلمه بطانيه. بطانيه. ظاهريه. 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 شكرا. عكس كلمه بطانيه. بطانيه عكسها كلمه سريع. سريع ولا ايه؟ مش عارف. قول مش عارف. عكس كلمة بطانية. عكس كلمة بطانية. لحاف. عكس كلمة بطانية. سلطانية. تمام. عكس كلمة بطانية. خلاص. عموما احنا بنشكرك جدا 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 جدا، ومش هنقول ايه يعني عكس كلمة بطانية ايه، الناس هي اللي تقول. وبنشكرك جدا جدا جدا. شكرا لمعاليك. شكرا.